السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو على خير. الله يتقبل منا ومنكم في هذا شهر رمضان يا رب العالمين، والله يتجاوز عنا. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم صابلي بجميع اسراره، بالمقادير المعتمده عندي اللي كنخدم بها الطلبيات ديالي. بقاو معايا، ما غاديش نطول عليكم وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا هنا 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، عندنا كاس حتى الكاس لاروب ديال السكر سنيده، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه ديال الفاني، وعندي هنايا واحد بسكوي اللي غادي نوري لكم الصوره ديالو. بسكوي كيدير درهم، كيجي رائع جدا، كطحنوه، هذا راه موجود في المحلات في الحوانت عندنا. كطحنوه مزيان، كيحافظ على القرمشه ديال الصابلي، زائد انه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. غادي تجربوه وغتردوا عليا الخبر. من بعد ما كنخلطوا هذاك الخليط، كنزيد كاس ديال الزيت، زيت المائده. من بعد كنبداو نخلطوا باش كينسجم لينا الخليط وكيدخل لينا هذاك الزيت مع الزبده. كنحاول انني نعطيكم جميع التفاصيل، ما غاديش نقطع بزاف في الفيديوهات باش تفهموا اكثر. من بعد ملي كنشوف الزيت دخل، كنحاول انني ندير جوج بيضات حتى هما. هاد المرحله هذه مهمه بزاف، حيت البنات بزاف كيتشكاو من صابلي انه كيتكمش. هذه هي المشكله ديال دائما الاخوات، كيقول لك علاش الصابلي ديالي كيتكمش، درت نفس المقادير ولكن الصابلي تكمش. راه ماشي العيب في المقادير، راه في العيب في ان هاد المرحله ديال البيض هذا حاولوا تدخلوها مزيان، يعني حتى يولي لكم الخليط غادي يتغير في يديكم، غيولي كريمي. عاد غادي نبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. هاد المرحله مهمه بزاف. الا شديتو البيض ما خلطتوش بزاف وداك الساعه زدتو بديتو كتزيدو في الطحين، اكيد غادي يتكمش لكم الصابلي وما غيجيش زوين في الفران. من بعد ما كنجمعوا الصابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا، ما يجيش قاصح بزاف كيتفرتت وما يجيش كيتلصق في اليد، يعني اون فوا نبدا نحطو في صبعنا وما يبقاش يتلصق، صافي كنعرفوا ان الصابلي خدا الطحين الكافي. كنشدوه كنغطيوه، جمعوه في بلاستيكه وكتحتفظوا به من جوج سوايع الليله كامله. انا دائما صراحه كنحاول نخلط الصابلي الا عندي كوموند وكنخليها ليله كامله في الثلاجه الا كان الجو سخون، ولا غد لي عاد كنطلقو وكنبدا نطبع. المهم الصابلي خصو يجي رقيق، ونحاولوا ندخلوه الفران اللي تكون الفران يكون سخون من قبل، ونحاولوا نعطيوه عافيه مهيله، نخليوه حتى يتحمر وغادي ندوزو باش نلصقوه. بالنسبه لهاد التعليكه هذه صراحه كتجي رائعه، وصراحه سر من اسرار ان الصابلي ديالي كيجيني بنين بزاف. كندير فيه 250 غرام ديال العسل، كنديرها في كاسرونه، كنزيد عليها 125 غرام ديال الشوكولا بيضاء كالا، هي اللي بنينه. كالا راكم عارفين فيها واحد المذاق بنين. ممكن تغيروا الشكلاط، هذا كيبقى من الاختيار ديالكم، يعني نوعيه الشكلاط. كنديرهم فوق البوطه، كنخليهم يطبخوا مزيان داك الشكلاط والعسل. من بعد كنزيد لهم معلقه صغيره ديال الجليكوز، كنخلطوا داكشي كامل، داك الخليط كيعطينا واحد الكميه. كنقسمها في زلايف كما كتشوفوا معايا. عندي هاد الزليفه الاولى اللي خدامه فيها دابا، عندي فيها نكهه ديال الكراميل، كندير فيها قطيره نكهه الكراميل وكنخلط. وعندي زليفه الاخرى فيها نكهه ديال الحامض، كندير غير قطيره وكنخلط، وكيعطي واحد المذاق رائع. المهم بالنسبه للنكهات كيبقاو اختياريين، كل واحد شنو كيفضل. وممكن ما ديروا حتى نكهه، يعني تخدموا غير بداك الشوكولاط والعسل وداك المعلقه صغيره ديال الجليكوز، وكيجي تعليكه كتجي رائعه، اللي ما كتحشمش ما كتسيحش، يعني كتبقى صابلي ثابت على بعضياته، وكما كتشوفوا معايا في الصوره رائع.
كندوز للشكل الثاني كما كتشوفوا معايا. المهم بالنسبه للشكل كيبقى اختياري، كل واحد وشنو. انا بالنسبه للكليان طلبوا لي هاد الاشكال هادو وخدمتهم معاهم، شاركتهم معكم عفوا. المهم خذوا لا باز ديال الصابلي ولا باز ديال التعليكه، والاشكال كيبقاو ديالكم نتوما، ديروا الاشكال اللي بغيتو. الصابلي حاولوا دائما يكون رقيق. السر ديال الصابلي يجي زوين ومقرمش وكيبقى محافظ على يعني القرمشه ديالو مده طويله. حاولوا دائما يكون رقيق، ودخلوه الفران وعافيه تكون مهيله، يكون الفران سخون من قبل وتنقصوا ليه العافيه، وكتكون عافيه مهيله حتى كياخذ داك اللون مذهب. ملي تهرسوا الصابلي كتلقاو اللون مذهب كاين داخل، كيبقى مده طويله. كما كتشوفوا معايا انا هذا الشكل هذا، درت النص فيه تعليكه ولوز ايفيلي، والنص الاخر كنشدو كنغطسو هكذا في الشكلاط وكنجبدو. المهم الاشكال من اختيار ديال الكليان ديالي، وكيجي هذا الشكل زويون صراحه وكيجي بنين في الماكله. وهذا الشكل هذا كيف ما شفتوش درت ديك لي فخوي كونفي، وزدت عليهم لوز ايفيلي، وهكذا خطيطات ديال الشكلاط. كيف ما قلت لكم الاشكال كيبقاو من اختيار ديالكم نتوما. كما كتشوفوا انا ساليت الصابلي هذه ديال النوغا، هاد الشميشه ديال النوغا كتجي رائعه جدا. راني عندي ديجا فيديو مشاركه معكم الطريقه بالتفصيل. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بالصابلي، كنحاولوا دائما نجمعوه في بواطه يكون كتسد مزيان، وكندخلوه للثلاجه. الا بغيتو مده طويله راه ممكن ديروه في الكونجيلاتور، ما كيوقع ليه حتى حاجه. كان غير مده بسيطه مثلا واحد 15 يوم كديروه في الثلاجه غير لتحت. غير مهم يكون البواطه مسدوده بزاف باش ما تشمش لكم الريحه، وراه كيبقى زوين بزاف. هو الصابلي شحال ما طول كداك التعليكه كتزيد تعلك وتزيد تبرد وكتجي رائعه. ملي كتهرسوا الصابليه كتبعكم هذيك التعليكه، صراحه كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا هذا الصابلي هذا وبهذيك التعليكه، يعني كان انسيستي عليها. خليونا من داك القضيه اللي كيديروا الحلويات، بعض الحلويات يعني كل واحد سبحان الله الطريقه ديال الخدمه ديالو، اللي كيديروا الجليكوز والناباج وكيديروا اي نكهه وكيخدموا بها. جربوا معايا هذه ديال الشوكولات وتشوفوا هاد العسل والشوكولات كتجي مختلفه تماما. هاد البوطه هذه جزات ليا كيلو ديال الصابلي. كليانه طلبت مني مثلا كيلو الصابلي فيه جوج الاشكال. هاد البواطه فيها قياس ديال دايرين فيها الرقم 2000، يعني 2 كيلو كتهز، ولكن هي في الاصل كتهز غير كيلو. هادو هما الاشكال اللي خدمت معاكم. نتمنى ان النصائح والمقادير تعتمدوهم، وان شاء الله الصابلي يجيكم اكثر من رائع. وعلاش لا تنوضوا تخدموا حتى نتوما، راه حتى حاجه ما صعيبه، كل شيء سهل. خاص الانسان غير تكون عنده العزيمه، والله يسهل عليكم والله ييسر الامور. وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بكومونتير، كيف ما بغى يكون ارائكم كلها كنتقبلها. واحد لايك وبارطاج، وعباشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.